لو في ست في التاريخ قدرت تسيب بصمة قوية وتخلي الكل يفتكرها بعد آلاف السنين فهي حتشبسوت، واحدة من أذكى وأقوى الشخصيات في مصر القديمة. وخلينا أقولك قصتها مش عادية خالص. حتشبسوت اتولدت في أسرة ملكية، بنت الملك تحتمس الأول. من وهي صغيرة اتربت في القصر وشافت ازاي الملك بيتحكم في البلد، وازاي الملوك بيكسبوا احترام الناس، وازاي الدين كان جزء أساسي في الحكم. ودي كانت نقطة مهمة لأن حتشبسوت طول حياتها لعبت على وتر الدين والسياسة مع بعض. ولما كبرت اتجوزت أخوها تحتمس التاني، وده كان طبيعي وقتها لأن الملوك كانوا بيتجوزوا اخواتهم عشان يحافظوا على الدم الملكي. ولما مات تحتمس التاني المفروض اللي يمسك الحكم ابنه تحتمس التالت، بس الولد كان لسه صغير وقتها. هنا جه دور حتشبسوت. في الأول ظهرت قواصية على العرش، يعني بتحكم لحد ما الولد يكبر، بس مع الوقت لقت إن دي فرصة وبدأت تقدم نفسها كفرعون كامل. وده كان صادم جدا للناس اللي اتعودوا عليه طول حياتهم ان الفرعون بيبقى راجل. لكن حتشبسوت كانت شاطرة، عرفت ان الناس ممكن ما يتقبلوش فكرة ان ست فرعون، فبدأت تغير صورتها ولبست ملابس الفراعنة الرجالة، ولبست اللحية الرمزية، وقدمت نفسها قدام الشعب والآلهة على انها فرعون زي اي راجل سبقها. وبدأت تستخدم الدين كدليل على انها مختارة من الاله آمون نفسه، وقالت ان ابوها الالهي هو آمون اللي اختارها للحكم. حتشبسوت حكمت مصر حوالي 20 سنة، مدة طويلة جدا بالنسبة للملكة. وخلال السنين دي عملت إنجازات ضخمة زي التجارة مع بلاد بون، واللي استوردت منهم حاجات مش موجودة في مصر زي الأحجار الكريمة والعاج والأخشاب النادرة. وده غير إنجازاتها في المباني. لو رحت الأقصر هتلاقي أعظم معبد اتبنى في عهدها، معبد الدير البحري. المعبد ده تحفة معمارية منحوتة في الجبل بتوريك عظمة الملكة. المعبد ده مش بس للعبادة، لا ده كمان لوحة ضخمة بتحكي عن إنجازاتها، نقوش عن رحلاتها وصلتها بالآلهة وعن إنجازاتها الاقتصادية. ومش بس كده، هي وسعت معبد الكرنك وبنت مسلات ضخمة لحد النهاردة، واحدة منهم لسه واقفة. المسلات دي كانت رمز للقوة. سياسيا بقى حتشبسوت كانت هادية، ما دخلتش معارك كبيرة، لكن ركزت على الاقتصاد والتجارة، وده خلى مصر غنية وقتها. لكن الحقيقة حكمها ما كانش سهل. في ناس كتير كانوا شايفين ان وجودها خطر، يمكن عشان خدت مكان تحتمس التالت اللي المفروض يبقى ملك، ويمكن عشان غيرت كل القواعد بعد ما ماتت. في محاولات كتير اتعملت عشان تمحي اسمها وصورتها من التاريخ. تخيل ان في ست عاشت من آلاف السنين في مجتمع كان كله بيقول ان الحكم للراجل بس، ومع ذلك قدرت تاخد الحكم وتحكم بسلام وازدهار 20 سنة كاملة. وده اكبر دليل ان حتشبسوت كانت مختلفة. لو زرت معبدها اللي موجود في قلب الجبل في الأقصر هتحس انك واقف قدام واحدة من اهم الشخصيات في تاريخ مصر القديمة.